مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. كنت منذ فترة في سوريا، زرت عدة مناطق رغم أنني مصاب شفاكم الله بديسك الرقبة. من اليوم الثاني لوصولي إلى سوريا وأنا أحوج ما أكون للراحة ولرؤية أهلي، خاصة أنها المرة الثانية بعد سقوط تنظيم الأسد إثر غربة ناهزت 13 عاما أمضيتها بالصلاح والتقوى. لكن رغبة مني بمعالجة قضايا أنا أحرص على تناولها بطريقتي، من اليوم الثاني جلت في الجغرافيا السورية. من ضمن ما زرت حلب. هناك في قلعتها القديمة وأنا أمشي تراءى لي عن ذات اليمين بابا مغلقا، وأنا متأكد بأنه مغلق منذ حتى ما قبل الثورة، فمكتوب على الباب معبد إله العاصفة حدد. أسأل الله أن يفرغ علي صبرا وجأشا وأنا أصور هذا المقطع. فنشرت المقطع بالطريقة التي رأيتموها تصويرا ومفردات. انتشر انتشار النار بالهشيم. طبعا أنا متعمد التصوير بهذه المفردات والنشر بهذه المفردات أيضا، حتى أحاكي عقلية الشبيحة وسطحيتهم وأخاطبهم بالمفردات التي هم يتداولونها، لأنني دائما ما أنوه في منشوراتي إلى السطحية في طرحهم وإلى ضرورة التأهب في معركة الوعي عندنا. لذلك دائما أقول لهم فقط استخدموا كلمات من قبيل إدلب، حجاب، حكومة الجولاني. فأنا عندما نشرت المقطع تعمدت أن أستخدم مفرداتهم وأظهر سطحيتهم، وقمت بإجراء منشن للمرصد ولصحفي المعايير المعتاد الذي تعرفونه أيضا وحضرني طبعا، ولغير جهة. انتشر المقطع انتشار النار بالهشيم، وهذا دليل على أنه في العالم الافتراضي كثيرون يتداولون الخبر دون أي درجة من التروي، ولكن التداول لدى شبيحة الأسد كان بشكل فج وأعمى، ودليل سطحيتهم وإفلاسهم. يعني أنا كاظم، بغض النظر عن كاظم الإعلامي، أنا كإنسان عادي عندما يأتيني أي خبر أتريث يعني أبحث هل هو متداول، أقاطع المصادر. فلاحظوا فقط استخدمت مفرداتهم التي تحاكي أساليبهم وذبابهم، فقط تداولوه دون أي درجة. يعني كان حريا بأي واحد منهم فقط أن يبحث بأول تعليق في صفحتي أنا نوهت بأنه منشور ساخر، فكان بهذا الصحفي أو بهذا الناشر فقط أن ينشر الخبر لا مانع، لكن فقط انظر إلى أول تعليق. لكن دليل أنهم يفتقدون لأي درجة من الأساسيات وأدوات البحث والنقل. فقط تم الإرسال عبر جهاز أبو شحاطة، تم النشر. فأنا تعمدت استخدام المفردات بهذه الطريقة والتصوير حتى أظهر سطحيتهم، وفعلا وقعوا في الفخ. اللافت أكثر أن من نشر الخبر وأيضا دون تروي هي صفحة تسمى نبض سوريا، وهنا سوف أسهب قليلا في نبض سوريا. نبض سوريا هذا اسم قناة أنا كنت أعمل فيها يوما ما بالأردن، معي زميلة اسمها وهي الآن بالإخبارية هبة مسالمة، وزملاء أيضا تعرفونهم أمير عبد الباقي وزياد الريس وكثر منهم أيضا، يعني كانوا زملاء من درعا، أحدهم استشهد وهو يغطي القصفة. فلاحظوا أن تنظيم الأسد، تنظيم المكابس، لم يكتفي فقط بأنه عفش البيوت وباعها فيما سماها ممتلكات وغنائم أسواق أهل السنة، بل عفشوا حتى الاسم نبض سوريا. طبعا البعض يظن أن تعفيش الاسم أتى مصادفة، لا، ليس مصادفة. كما نوهت قبل قليل إلى معركة الوعي، هم اختاروا الاسم من أجل أن يزيفوا الحقيقة وينسفوا التاريخ والذاكرة ويختلقوا مظلوميات جديدة. لذلك أنا عندما أنوه دائما في منشوراتي إلى ضرورة التأهب في معركة الوعي. تخيلوا أننا اليوم ربما لا يمر يوم إلا ونكتشف مقبرة جماعية ضحاياها السنة، اليوم يختلقون مظلوميات كاذبة جديدة. لذلك أنا عندما طرحت المقطع بطرح يوازي سخفهم من قبيل قتلوه لأنه رفض أن يعوي، قتلوه لأنه رفض أن يشتم الإمام علي، هناك إبادات للمعابد وللأديان. فأنا أساسا طرحت المقطع بطريقة ساخرة. يعني كيف يمكن لمعبد أثري قديم أن تقام به الطقوس الدينية؟ يعني هاي ألف باء، يعني معبد أثري قديم مغلق،
يعني أنا دائما أذهب إلى إيطاليا، إلى روما، فيينا، تجد قلاع قديمة، هناك بعض الأجنحة فيها مغلقة طبيعي، هذه الردهة مغلقة طبيعي جدا. فأي ديانة أو طقوس ستقام أساسا في معبد قديم. لذلك فإن معبد الإله العاصفة حدد عصف بكم وعراكم وأظهركم على سطحيتكم. لذلك أنا دائما ما أنوه إلى ضرورة أن تمتلكوا ولو أدنى درجة من أساسيات البحث، التحري، المصداقية، وقبل ذلك شرف الخصومة إن كنتم تعرفوه طبعا. لكن أنا يمكن الشرف الخصومة لأناس كانوا يستنطقون الضحية التي تحتضر في داريا، ومن خطف روان قداح وجعلها تظهر على شاشة إعلامه لكي يستنطقها بما يريد من خسة ونذالة ضد الضحية السورية. لذلك تأكدوا بأننا متأهبون أشد درجات التأهب ضدكم في معركة الوعي. انتصرنا عليكم عسكريا وسننتصر معنويا يا من تختلقون المظلوميات الكاذبة من قبيل قتلوه لأنه رفض أن يعوي وأن يشتم الإمام علي. لقد عفونا عن ذكوركم في ساحات القتال وقلنا لهم اذهبوا فأنتم طلقاء. وفوق ذلك يعني أنتم لم تكتفوا بتأييد عار الإجرام الأسدي، بل لديكم فائض من القوة للزعم بأننا طائفيون وحكومة اللون الواحد. يعني أنا أمام إجرام الأسد أقول إذا تبرأت منه آناء الليل وأطراف النهار هذا لا يكفي، لكن فوق كل إجرام الأسدية وهذا الإرث السيء الصيت تمتلكون فائض المشاعر والقدرة على اختلاق مظلوميات كاذبة وتلقف أي أخبار فقط أن تداعب أفكاركم ومخيالكم السيء. لذلك تأكدوا بأن الشعب السوري اليوم، وأقصد الحر، يتمسك بحكومته، بقيادته، برئيسه. أتعرفون لماذا؟ لحماية عنقه من غدركم، لأنه في اللحظة التي كنا نبحث فيها عن رفات ذوينا في السجون وفي المقابر الجماعية انقضضتم علينا وذبحتمونا بالسكاكين في الساحل وكذلك جنوبا. لذلك أقول لكم لقد وقعتم في الفخ. لم تقعوا فقط في الفخ الذي نصبته لكم أنا كاظم، لا، لقد وقعتم في القعر الأخلاقي عندما سقط النظام وسقطتم معه أخلاقيا. وقلتم في لحظة قام فيها ناشط يدعى نور حلبي بالزعم ساخرا طبعا بأن بشار عاد، فقلتم سنعيدكم إلى المقابر الجماعية، فتبين بأنكم لم تكونوا كما تزعمون مجبورين مغرر بكم، لا، بل كنتم أنتم أداة النظام. بشار الأسد لم يقتلني على الحاجز إطلاقا، لم يعتقلني إطلاقا، وهنا لا أبرئه، لكنكم كنتم أنتم يده ورجله التي بطش